ايه رايك؟ فكره هيفهمني وانا بقول له ايه رايك؟ مرحبا يا أصدقاء، كيف الحال؟ معكم كارل. يا مساء الأكل المصري كده وجماله كنوع من أنواع تبادل الثقافات. فكارل بيجرب الأكل المصري أو الأكل العربي بشكل عام في سلسلة تجربة الأكل العربي. فأكلة النهاردة هتكون الحواوشي. أخيرا مش مصدقة نفسي والله إن هاكل حواوشي يعني. هو طبعا مفيش عيش مصري أصلا في أمريكا خالص، فأنا بقى قلت لازم يعني أتصرف وكده وأفكر في حاجة. فشفت العيش ده في المحل العراقي، فمن هنا جات لي الفكره. العيش يعني انا بقسمه نصين، قسمته نصين ومن هنا هو مفتوح تمام. فهحشيه بقى ايه، يعني هحشيه زي الحواوشي، زي ما احنا بنحشي بقى العيش العادي المصري بتاعنا. بالنسبه باللحمه بقى عايزه اوريكم، عشان لو حد عايش في امريكا مش عارفه المحل اللي انا هقول لكم عليه ده موجود في كل الاماكن ولا لا، بس هو برضو عامه هيكون برضو في اكتر من محل. يعني انا بجيب دي، شايفين، من محل اسمه برايس رايت تمام. ف شايفين دي يعني الاكل بتاعها ان هي بتاكل حشائش بس وكده تمام، يعني صحيه جدا. وفي نفس الوقت بقى المهم، شايفين هنا مكتوب عليها حلال، مش عارفه هيكون ظاهر لكم في الكاميرا بالاتجاه الصح ولا لا كلمه حلال تمام. هو بشكل عام انا كنت قلت في كذا فيديو قبل كده ان احنا يعني انا سالت دار الافتاء وهم قالوا عادي مفيش مشكله ان انا اكل من الاكل هنا عادي، يعني مش شرط يكون ذبح اسلامي. بس انا عشان الواحد يعني ايه، اما طالما حاجه انا اقدر ان انا اشتريها لحمه حلال وكده، عشان الواحد برضو يكون واكل ونفسه مطمئنه يعني. فبأي حاجه اللحمه بنشتريها في البيت دايما بشتريها حلال، قصدي يعني اللي هو ذبح اسلامي اللي هو حلال يعني. ولو بس في مطعم بره او كده باكل عادي تمام. فبس عشان لو حد عايش في امريكا دوروا على البراند ده، فممكن يكون البراند ده موجود في اكتر من محل. مش عندي توابل اسم ايه ده اللي هو الحواوشي مخصوص، بس كنت جايبه دي من مصر بتاع كفته، فهحطها عادي واحط توابل، خلطه توابل انا كنت عاملاها وحتى كنت شاركتها معاكم قبل كده. فكده بقى صفيت البصل خالص بقى بالشكل ده، والميه بتاعته اهي خليتها مع شويه كده، يعني شويه بصل قليلين بحيث ان انا احطها في الفريزر وهستخدم يعني هستخدمها لاي حاجه تانية. انا هحط بقى كميه اللحمه دي مع البصل. انا عارفه ان في ناس ممكن تفتكر ان البصل كتير قوي والفلفل والكلام ده، بس انا بحبها كده بيكون طعمها احلى. هحط توم برضو تمام، وهحط بقى في الفريزر الزياده، يعني مثلا ممكن اعملها ككفته لو العيش مثلا طلعت كتيره على العيش او كده يعني. وهحط بقى التوابل دي اللي هي خلطه التوابل اللي انا كنت عاملاها في فيديو اللي هو كان روتين مسائي كده الاول تساقط للتلج، هحطه لكم برضو في صندوق الوصف. فحطوا بقى خلطه التوابل بتاعتي مع دي فيها ملح وفيها كل حاجه. عايزه اوريكم برضو حاجه بصراحه بتفرق معايا جدا، ان انا دايما اول ما بستخدم حاجه لازم بغسلها، يعني او وانا بعمل مثلا اكل او كده، يعني اول باول بغسل الحاجه اللي بستخدمها. فبتفرق معايا، بتنجز جدا، بلاقي الدنيا. انا عندي غساله اطباق وكل حاجه، بس يعني طالما حاجه سهله اغسلها خلاص بغسلها على طول بقى قبل حتى وانا بعمل. اول حاجه برضو احط شويه من البيكنج باودر، بحيث ان انا يعني بتكون احسن في الحواوشي، يعني بتخليها كده اللحمه مش معجنه. يعني بحس دايما في الحواوشي ان احنا لازم نقلب التوابل الاول مع البصل والحاجات دي قبل ما نحط اللحمه، علشان تكون يعني الطعم احلى تمام ومتوزع اكتر. عايزه اقول لكم ان انا مش هحط اي دهون، عشان اصلا دي 80% لحمه و20% دهون يعني. عايزه اوريكم كده حيله بعملها.
ده طبعا بعد ما قلبت اللحمه وكده تمام. زي ما قلت لكم هفرز الباقي وكده. بس شايفين انا بعمل ايه عشان اتاكد ان الملح مظبوط؟ ان انا باخد حاجه بسيطه كده وبعملها في الميكروويف لمده، بسويها في الميكروويف لمده دقيقه، وبتاكد ان الملح بتاعي مظبوط عشان حرام ما بوظش الكميه دي كلها. هشغل بقى القلايه الهوائيه، هسخنها تمام، وبعدين احطها مثلا لحد 10 دقايق، كل واحد على حسب القلايه بتاعته يعني. هو ده بقى شكلها، فان شاء الله يا رب تطلع حلوه بالعيش ده. ده بقى شكل الحواوشي بعد ما خلصت. هي كل واحد على حسب القلايه بتاعته او الفرن، هي اخدت تقريبا اكتر من 10 دقايق يعني. فقولوا لي بقى في التعليقات حابين نخلي كارل يجرب ايه كاكل عربي او اكل مصري. بصراحه الكاميرا بتظلم شكل الاكل جدا يا جماعه، في الحقيقه كان شكلها ما شاء الله. كارل بقى هيبدا يدوق دلوقتي. It's nice. اسمه ايه ده؟ This is hawashi. برافو. ايه رايك؟ ترى هيفهمني وانا بقول له ايه رايك؟ Salty. ملح شويه، وللاسف مش بيحب الملح يعني. It's juicy. يعني قصده مش عارفه هو جوسي ازاي بالعربي بصراحه، بس فاهمين يعني ما يكون كده مش ما تكونش ناشفه، ان هي مش ناشفه يعني. Yeah, so juicy and it's nice and hot. Well, of course I like it. بقول له حبيتها ولا لا يعني. Of course I like it. بيقول يعني طبعا حبيتها يعني. I like it very much. It's just. بيقول حبها قوي. بص انا بترجم بعده علشان الفيديو، عشان لو حد بيسمع بس من غير ما يشوف يكون اسهل له يعني. The question is not do I like it. It's. بيقول السؤال مش ان انا بحبه ولا لا. It's not whether I like it very much. It's whether how much very much do I like it. بيقول السؤال مش انا بحبها ولا لا، السؤال انا بحبها قد ايه قوي يعني. درجة يعني. Well, I'm very hungry right now, so I'm eating it. جعان قوي فعشان كده. I'm eating it in the right time. بيقول انا جعان قوي فعشان كده باكلها بالوقت الصح. ممكن تجربها مع الطحينة. ممكن. Okay, with the tahini, good. Yeah, good. Switch it up. That's a nice. سامعين يا جماعة ازاي كريسبي كده وهو بياكلها؟ Very nice, very nice. Yeah, with the tahini sauce, it's like gives it a nice. Nice what? Like tahini flavor, sesame flavor. I don't know. It's special. Yeah. بيقول يعني مع الطحينة وكده يعني مميزة أكتر كمان. So can you give a rating? ممكن تديها درجة؟ I'm very hungry, so I have to give it like a 9 point something. 9.9. I'm very hungry. 9.9 عشان جعان قوي. It would be yummy if I'm hungry or not, but because I'm hungry, it's like very yummy. بيقول حتى لو هو مش جعان طبعا هتبقى حلوة، بس عشان هو جعان فطعمها أحلى وأحلى كمان. اسمه يا رب. Spice is good. It's not too spicy. بيقول التوابل حلوة، مش يعني مش كتيرة اوفر قوي، وفي نفس الوقت مظبوطة يعني. مع السلامة.